الجيش الملكي ونهضة بركان وجها لوجه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. والوداد الرياضي يغادر المسابقة، مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على يد أولمبيك أسفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أن ألتقي معكم مرة أخرى في هذه القناة لنتحدث فيها عن أطراف نصف النهائي في كأس دوري أبطال إفريقيا، وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية. فقبل البداية دعونا نتعرف عن نتائج ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا. فالهلال السوداني انهزم أمام نهضة بركان بهدف نظيف، وبمجموع المباراتين فاز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بذلك بشكل رسمي نهضة بركان المغربي على حساب الهلال السوداني. الترجي التونسي فاز على الأهلي المصري بثلاثة مقابل اثنين، وبمجموع المباراتين فاز بأربعة مقابل اثنين، ليتأهل بذلك الترجي التونسي على حساب الأهلي المصري. أما المباراة الثالثة فالملعب المالي فاز على سان داونز بهدفين نظيف، لكن بمجموع المباريات فاز سان داونز بثلاثة مقابل اثنين، ليكون بذلك سان داونز هو الطرف الثالث في نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الملعب المالي. الجيش الملكي أتى بالتأهل من قلب مصر على حساب بيراميدز بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف، وبمجموع المباريات ثلاثة مقابل اثنين، ليتأهل بذلك كما قلت الجيش الملكي المغربي على حساب بيراميدز المصري. أما بخصوص المباريات التي ستكون في نصف النهائي فهي كالتالي: أولا تأهلت كما قلت أربع فروق: الجيش الملكي، نهضة بركان، الترجي التونسي، سان داونز. فالمباريات التي ستكون في نصف النهائي: الجيش الملكي المغربي سيواجه نهضة بركان في مباراة مغربية خالصة في دوري أبطال إفريقيا، وبهذا يكون المغرب قد ضمن طرفا واحدا في نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا. فالجيش الملكي أو نهضة بركان سيكون طرف في نهائي دوري أبطال إفريقيا. نتمنى أن تفوز إحدى الفرق المغربية باللقب بإذن الله تعالى وبركاته، فكل الإمكانيات متوفرة، كل شيء موجود لكي يفوز إحدى هذه الفرق، الجيش الملكي ونهضة بركان، باللقب، لقب دوري أبطال إفريقيا. المباراة ديال مباراة الذهاب ستكون يوم السبت 11 أبريل 2026. مباراة الإياب ستكون يوم السبت 18 أبريل 2026. أما بخصوص المباراة الثانية في نصف النهائي فستكون بين الترجي التونسي وصن داونز. الإياب سيكون في نفس التوقيت، السبت 11 أبريل 2026. الإياب سيكون السبت 18 أبريل 2026. وبذلك الفائز من مباراة الجيش الملكي المغربي ونهضة بركان سيواجه الترجي التونسي أو صن داونز. فنتمنى كما قلت أن يكون اللقب مغربيا بعد أن ضمن المغرب على الأقل طرف واحد في النهائي. فبهذا نتمنى إن شاء الله أن يكون اللقب كما قلت مغربيا بإذن الله تعالى وبركاته. هذا كل ما يخص دوري أبطال إفريقيا. أما بخصوص كأس الكونفدرالية الإفريقية فالنتائج مباريات الربع النهائي كانت كالتالي: مفاجئة نوعا ما، وعادلة أيضا من جهة أخرى نوعا ما. فالمباراة الأولى بين شباب بلوزداد والمصري انتهت بالتعادل السلبي، هدف التعادل السلبي 0-0، لكن بمجموع المباريات بتعادل إيجابي هدف مقابل هدف، ليحسم بذلك شباب بلوزداد التأهل على حساب المصري. في المباراة الثانية الزمالك فاز على أوتوهو بهدفين مقابل هدف في مباراة، لكن بمجموع المبارياتين فاز بثلاثة مقابل اثنين، ليكون بذلك الزمالك قد حسم تأهله على حساب أوتوهو. اتحاد العاصمة فاز بهدف نظيف على مانيما، وبمجموع المباريات انتهت بتعادل هدفين مقابل هدفين، ليكون بذلك اتحاد العاصمة قد حسم تأهله على حساب مانيما. وفي مفاجأة لكنها ليست مفاجأة، فهذه هي كرة القدم: الوداد الرياضي يغادر المسابقة على يد أولمبيك أسفي المغربي. كانت مباراة مغربية خالصة، انتهت كما قلت بتأهل أولمبيك أسفي على حساب الوداد الرياضي بعد أن انتهت المباراة بالتعادل هدفين مقابل هدفين، وفي مجموع المباراتين انتهت بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وبذلك يكون أولمبيك أسفي قد تأهل بشكل رسمي إلى نصف النهائي. فقد كانت هذه هي الفرق التي تأهلت، وهذه هي النتائج. فالشباب بلوزداد، الزمالك، اتحاد العاصمة، أولمبيك الأسفي هم أطراف
المربع الذهبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. بخصوص المباريات، فشباب بلوزداد سيواجه الزمالك في مباراة الذهاب، ستكون يوم الأحد 12 أبريل 2026، بينما أولمبيكاس في سيواجه اتحاد العاصمة في نفس اليوم أي الأحد 12 أبريل 2026. بهذه المناسبة نتمنى كل التوفيق لأولمبيكاس في المغربي، وعليه دائما أن يتذكر أنه قد أقصى فريق مغربي كبير جدا هو الوداد الرياضي، وبذلك فهو المرشح الأبرز في هذه المسابقة. نتمنى أن يصل إلى النهائي ويحصل على اللقب. أما بخصوص مباراة الإياب فستكون يوم الأحد 19 أبريل، الزمالك ضد شباب بلوزداد، أولمبيكاس في ضد اتحاد العاصمة كما قلت. مباراة الإياب يوم الأحد 19 أبريل 2026. على العموم كانت هذه إطلالة خفيفة فقط على على المسابقات الإفريقية، كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا. كما قلت هناك الجيش الملكي ونهضة بركان، بهكذا سيكون المغرب قد ضمن طرفا واحدا على الأقل في النهائي. نتمنى أن يكون كأس دوري أبطال إفريقيا مغربيا خالصا، سواء حصل عليه الجيش الملكي أو نهضة بركان. الأهم هو أن يكون اللقب مغربيا. أيضا في كأس الكونفدرالية الإفريقية وصل إلى النصف النهائي أولمبيكاس في، نتمنى له كل التوفيق أن يصل إلى النهائي، ولم لا إحراز اللقب وأن يكون اللقب أيضا مغربيا. فنتمنى على العموم أن يكون كأس الكونفدرالية الإفريقية مغربيا ودوري أبطال إفريقيا مغربيا، وأن تبقى الكرة المغربية في القمة دائما إن شاء الله. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو الذي حاولنا فيها نعطي كما قلت إطلالة خفيفة فقط على المباريات، وكذلك على النتائج المباريات، وكذلك على الفرق التي تأهلت، كما حاولنا أن نعطيكم مواعيد المباريات. نتمنى كل توفيق مرة أخرى للفرق المغربية. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.